سمير، طيب نحن بس خليني اسالك سمير مثل ما سالته. سمير، هل تستطيع ان تنكر يا سمير هل بقي احد من ضباع العالم الا وتآمر على السوريين جميعا وعلى قوى الثوره والمعارضه؟ على الشعب، نعم. لا دقيقه سمير، انت تعلم يا سمير عندما ارادت امريكا ان تسقط النظام العراقي السابق نظام صدام حسين، جلبت كل قواتها وجلبت كل الدنيا واسقطته وجابت. انت تعلم ماذا حدث في مؤتمر لندن عام 2003 يا سمير؟ جمعت امريكا كل شراذم المعارضه العراقيه، جمعت بياع الكلاسين من الشام وبياع المسابح من ست زينب، وجمعت المتدين من طهران، وجمعت السكيري من اجور رود في لندن، جمعتهم كلهم خلال ايام وقالت لهم يجب ان تشكلوا الان معارضه عراقيه موحده، والذي يعترض سنبعث في صندوق خاص هديه لصدام حسين، حسين. على العكس من ذلك امريكا، الغرب، العرب ماذا قدموا للمعارضة؟ ماذا قدموا؟ تآمروا عليها. أنت تعلم أن الأمريكان هم الذين تدخلوا لحماية النظام. يعني هل سمعت الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما ومساعده آنذاك اللي هو الرئيس بايدن الآن ماذا قالوا؟ قالوا هذه ليست ثورة، هذه ثورة فلاحين وبياعين خضار ومزارعين وما بعرف شو. طيب يا اخي، ما انتم اوصلتم بياع الكلاسين الى السلطه في مكان اخر، لماذا تاخذ على الثوره؟ جاوبني على السؤال يا سمير. راح جاوبك سيدي. الولايات المتحده الامريكيه عندما تنوي ان تغير النظام بسوريا بغيروا ب 48 ساعه وبينظموا المعارضه وبيضبطوهم وبيقولوا بدكم تسووا مثل ما عم نحكي لكم كما حدث بالعراق. هذا ما انا مختلفين عليه، انا بعرفه وانت بتعرفه. لكن نحن ما ممكن نضل نعلق شماعاتنا على الاخرين. والله امريكا ضدنا، شو بنفرق احنا خطابنا عن خطاب النظام كمعارضه؟ شو بيفرق؟ النظام بيقول المؤامره واسرائيل والحرب كونيه علي، وين المعارضه السياسيه؟ المعارضه السياسيه شيء انا برجع بكرر مره ثانيه، الثوار، الاحرار، الشهداء، اهالي درعا، اهالي ادلب، انتم على عيني وعلى راسي، دمكم دمي ولحمكم لحمي. انا اتكلم عن المعارضه السياسيه يلي ما في سوري واحد بيعرف اسماء 5 من اعضاء هذول الائتلاف او 3 اعضاء. هذه المعارضه السياسيه يا سيدي هي التي قدمت صوره سيئه عن الثوره. عندما يصف السيد بايدن يصف المعارضه مو يصف الثوار. الكل يعترف بعظمه ثوره الشعب السوري، لكن المعارضه السياسيه سرقت هذا الجهد وهذه التضحيات. اليوم ضيفك عم يقول ما نحن لن نقبل بالطعن بقوى الثوره والمعارضه، نحن جايين بهذه الحلقه دكتور لنقدم صوره مشرفه عنا كثوار، نقدم نفسنا كناس مهذبين محترمين نحترم الاختلاف والراي الاخر. وهذا درس بالمناسبه لجماعه بنحبك وجماعه النظام، انه حتى نحن كمعارضه بنقدر نختلف وبنقدر ننتقد بعضنا البعض وبنختلف ونتفاهم على المحددات الوطنيه. جميل حلو. نحن مو جايين نهاجم قوى الثوره والمعارضه ونهاجم تضحيات المعارضين الشرفاء، لا شك في معارضين شرفاء، لكن وينه برهان غليوم؟ وينه السيد رياض سيف؟ معاذ الخطيب، مازن الناطور، جمال سليمان، عبد الحكيم قطيفان، سميح شخير، رياض حجاب، رياض نعسان اغا، كلهم ابعدوهم عن المشهد وخلوا فئه معينه تتحكم بالكتائب المسلحه وتتحكم بالمعارضه. ورجيني عدلي اسماء 5 اشخاص من اولياء الدم موجودين بهذا الائتلاف، بس شغلتهم يطلعوا يتاجروا. درعا ظلت عم تنقسم يا سيدي سنتين وقت الاحتلال العفري، ما حدا وقف معاهم، النظام التركي ما فتح تمه بكلمه. نحن هون مو جايين نتهم تركيا ونتهم قطر ونتهم امريكا، كل دوله بتدور على مصالحها يا دكتور، لكن نحن كسوريين وين مصالحنا؟ هذا الافندي اللي عم يحكي لك على خطاب، شوف صورته، عم لك انا ماني مسؤول وانا معارض، هي صورته حابب يصير رئيس جمهوريه وقت كان مستشار رسمي عند خالد الخوجه براتب $3000. مش هذا موضوعي يا سمير، مش هذا موضوعي يا سمير، موضوعنا مش موضوعي، هذا سياسي، هذا مش سياسي موضوعي يا دكتور. قلت لك بدون شخصني، سياسي الان امامي بدون شخصني. هذا هو شخصني يا سيدي. طيب بدون شخصني، خليك مكمل بالائتلاف. اترك لي احمد، رجل مسؤول بالائتلاف، اترك لي احمد الان، اترك لي احمد الان يا اخي، اترك لي احمد بالحلقه. مو ممثل على المعارضه، اترك لي احمد، ممثل على المعارضه هو. طيب اترك لي احمد، هو ليس ممثل على المعارضه، هو ممثل على المعارضه. اترك لي، كمل يا سمير بدون شخصني. انا كذاب يا فيصل، انا كذاب، انا كذاب. ارفع التليفون، اتصل بخالد الخوجه، اتصل بهادي البحراء، اتصل بنصر الحريري، قل له كم راتب هذا الرجل ايام خالد الخوجه. طيب يا اخي مش هذا موضوعي، خلص حكيتوا هذا الكلام. كمل يا سمير، كمل عن القضيه واترك لي احمد. يا دكتور كمل عن القضيه. والله الموضوع مو شخصي يا دكتور، والله الموضوع مو شخصي. كمل. حتى احمد كامل على خلافي معه عندما تكون خارطه وطنيه انا اول ناس بحط ايدي بايده. نحن مو جايين نتقاتل، جايين نقدم بديل عن النظام القاتل. خلافنا ما بيفرح غير النظام السوري. انا مو جاي ادمر الثوره، انا جاي انقذ الثوره
من المتسلقين، مو احمد بالذات، من اللي تسلقوا على اكتاف الثوار من دون وجه حق. حلو. لا يمكن ان نزيح الاسد ونحن هذا سني وهذا علوي، هذا درزي. خليني اسمعك هذا الفيديو البسيط لمده 30 ثانيه. لا مش اذا سمحت. لا سمير خليني. هذا اللي عم يقول بده دوله مدنيه يا دكتور، يا دكتور، هذا اللي عم يقول بده دوله مدنيه. لغى الدروز، شتم الدروز، شتم المسيحيين، شتم الكرد، شتم العلويين، بس السني ومظلومين. انا سني اكثر منك يا حبيبي، انا مسلم وسني وعربي وكردي ودرزي واشوري وسرياني، انا ابن سوريا، ابن الثوره السوريه انا يا دكتور، ماني ابن المعارضه. في فرق بين المعارضه اللي عم تقبض رواتب من الدول المشغله، وفرق بين السائر اللي بيحترق نفسه، يلي ملتعن نفسه ما حدا عم يفوت عليه برغيف خبز، حاجم بيض على مشاعر الناس، قوه الثوره، ولا حدا يطعن بقوه الثوره، احراق الثوره نفس الثوره والثوار، بسالكم عن تحكوا. طيب شو قصدك؟ ماذا تعني طوفوا الثوره؟ يعني شو بالضبط سمير؟ عليهم ان يبتعدوا عن المشهد ويتصدر المشهد الوطنيين، بدنا الناس الوطنيين. وينه سميح شخير؟ وينه برهان غليون؟ وينه معاذ الخطيب؟ جمال سليمان؟ مازن الناطور؟ عبد الحكيم قطيفان؟ ما حدا عم يستجيب منهم يحكي عن السياسه. ابعدوهم يا دكتور، خلوا لون واحد موجود بالائتلاف. بيخونوا الكرد، بيخونوا العلوي، بيخونوا السني بخطاب مذهبي. هذا اللي عم يحكي قدامك دوله مدنيه عم بيضع العالم على الهواء. هو من قال نريدها دولة سنية ونريدها دولة الأكثرية، والأقلية سيدفعون ثمن ويندمون يوم لا ينفع الندم. أنت بدك تطمن الأقلية، أنا كسني بدي أحافظ على السنة، لازم. كذاب. خليني أعوذ بالله، أنا كذاب. أنا كذاب. طيب أنا كذاب يا فيصل، أنا كذاب يا فيصل، أنا كذاب يا فيصل، أنا مجرد بو، أنا كذاب يا فيصل، أنا كذاب يا فيصل. طيب إرهابي. طيب ماشي يا أحمد. سوريا يا احمد. لحظه دكتور، سمحت دكتور، كل يوم سمحت بس دقيقه وجودك علتنا ستر. اذا سمحت دكتور اذا سمحت ارجوك اسمع باختصار. اسمع باختصار سياسيا. اسمع معلش. وليكن الاقليه تعرف ماذا فعلت طوال 50 عام وهي خائفه، لأنه إذا تحرر الشعب السوري منها فسوف تأتيها أيام سود، فسوف تأتيها أيام سود. تفضل. حكاية الوطنية بقى وكذا. طيب ماشي. إلى الأفلام ولا الشعر ولا. طيب أحمد كامل. دقيقتين 10 ثواني. 4 ملايين بده يضحي ب 4 ملايين، 5 ملايين، 6 ملايين. ضيفك بالحلقة الماضية بده يضحي ب 10 ملايين لاجئ، وهذا بيضحي له ب 4 ملايين، والنظام قتل مليون مليونين وراح سوريا ومات الشعب السوري، ونحن بدنا ننقذ الدم، بدنا ننقذ الناس. ليه اسالك يا احمد؟ فيصل القاسم حكاها 100 مرة على الهواء، لا تزود علي بالوطنيات وبالالفاظ، بعلمك الاعلام من اول وجديد. خليني اسالك يا اخي يا احمد، يا احمد جاوب. وقف دقيقة أحمد.